بعد صمت مؤقت قطعته الكثير من التطورات والأحداث القضائية، الفريق أحمد قايد صالح يخرج بخطاب جديد وبرفض جديد لمقترح ما يسمى بالمرحلة الانتقالية، مجددا تمسكه بالدستور ورافضا لكل الحلول الخارجة عن إطاره. هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، وتلك المبادئ الثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها، ولا نمل إطلاقا من ترديدها وإعادة ترديدها بكل ثقة وعزم، وهي المبادئ النبيلة والصائبة التي أعلم يقينا أن الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري تتبناها. رئيس أركان الجيش عاد مرة أخرى للحث على ضرورة انتهاج أسلوب الحوار لتقريب وجهات النظر بين الجزائريين ولتهيئة الظروف اللازمة للذهاب سريعا نحو انتخابات رئاسية باتت اليوم محتومة. ولقد أكدنا أكثر من مرة أن مفاتيح هذه الأزمة موجودة لم تتوفر فيهم الشميل لثار، والأكيد أن أهم مفاتيح ذلك يتلخص تحديدا في انتهاج النهج الحوار بين جميع الأطراف الجادة. إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والأجال المتاحة دستوريا المقبولة زمنيا. هذه الأجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، أي أنه على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك. خارطة طريق لم يكتفي الفريق أحمد قايد صالح بعرضها فقد شن هجوما مضادا على من أسماهم بالمغالين السياسيين المنادين بالتعيين والرافضين للانتخابات. إن إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن في أحسن شروط الشفافية والمصداقية يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها مع الأسف الشديد بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليس ضرورة، وذلك هو قيمة التناقض الفكري والسياسي. فأي ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة إلا إذا كانت ديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين. خطاب جديد إذن رافض للمرحلة الانتقالية متمسك بالحلول الدستورية القانونية، إصرار على نهج الحوار للذهاب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت هي نظرة المؤسسة العسكرية للأزمة. خارج كل ذلك هو خطر على البلاد وقد يدخلها في متاهات لا تؤدي إلى تلبية مطالب الجزائريين الطامحين لإحداث القطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي.